أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من بودكاست أنوثة بالياسمين. معاكم أنا نيرة شنب ولايف كوتش ياسمين عبد العزيز. أهلا بحضرتك. أهلا يا نيرة، عاملة إيه؟ وأهلا بكل المستمعين، وحشتيني جدا. حضرتك وحشتينا أكتر، والثمان حلقات عدوا بسرعة. لا، كان موسم جميل وبودكاست لذيذ جدا ورائع. أنا الحقيقة أصلا لما بسمعه مرة تانية بستمتع بيه من أول وجديد. ربنا يجعله بالنفع. والنهاردة حابين نذكرهم بأهم المعلومات سريعا، وكنا اتكلمنا عن المعنى المشوه للأنوثة وكمان أهم سمات الأنوثة، فحابين حضرتك تذكرينا بيهم سريعا. تمام، احنا كنا اتكلمنا عن الأنوثة وقلنا إن المعنى الدارج ليها أو المعنى المنتشر ليها إنها ليها علاقة بالشكل الخارجي والمظهر والصوت والمشية والأداء، وإن ده مش أصح حاجة ممكن نتكلم فيها عن الأنوثة. الأنوثة سمات وطباع وقيم وحاجات بتتسم بيها الأنثى من جوه. طيب هل هي عشان خاطر تعتادها الأنثى وتقدر تمارسها وتطبقها تحتاج إنها تبذل مجهود عشان تتعلمها وعشان خاطر ترجع تنفقها؟ لا خالص، هي أصلا موجودة في فطرة كل أنثى. وكل ما الأنثى صحت جواها السمات الخاصة بيها، كل ده ما كان أسهل عليها وكان أيسر ليها إنها هتلاقي نفسها بترجع لطبيعتها وبتمارس ده بمرونة واتزان، فيساعدها أكتر على إنها تعمل ده بروقان وتعمل ده بهدوء. فإن الأنثى ترجع تتسم تاني بسمات الأنوثة، تمارسها وتنفقها وتعتادها وتدور عليها جواها، ده أيسر ليها وأفضل وأروق ليها من إن هي تكون بتعافر وبتمارس سمات هي بعيدة تماما عن سمات الأنوثة. حلو جدا. طيب بالنسبة بقى لسمات الأنوثة، ايه أهم سمات الأنوثة وايه فكرة الاتزان بين سمات الأنوثة وسمات الذكورة؟ طيب خلينا نقول الأول إيه الاتزان ما بين سمات الأنوثة وسمات الذكورة. هل كل أنثى ما عندهاش حاجة خالص من السمات اللي ممكن تكون موجودة عند الذكور والعكس؟ لا تماما، كل مننا في من الاتنين، في من سمات الأنوثة ومن سمات الذكورة، لكن بيحصل حاجة اسمها بالانس، توازن ما بين ده وما بين ده. كل ما كنتي بتمارسي سماتك الحقيقية بنسبة 80 ل20 من سمات النوع الآخر أو الجنس الآخر، كل ما قدرتي تكوني في نوعك متوازنة سواء كنتي أنثى أو ذكر. يعني هل معنى كده ياسمين إن الإناث عندها من سمات الذكورة؟ أيوة طبعا، وبتحتاجها وبتستخدمها وبتمر بمواقف وبتنفق فيها من سمات الذكورة أو بتنفق فيها أكتر من سمات الجنس المختلف. لكن الفكرة إن بنسبة قد إيه طول الوقت، طول المعاملات، طول السلوك؟ لا، الموضوع ده بيكون على الأقل 20% من سماتها. أكتر من كده بنبدأ نخش في حالة من حالات عدم الاتزان. طيب حلو إيه جدا. هي بقى سمات الأنوثة اللي احنا بنتكلم عنها؟ سمات الأنوثة كتيرة جدا، بس خليني أقولك من أهم سماتها: المرونة، التناغم، الاحتواء، السكينة. كل دي حاجات بتقدر الأنثى تنفقها بطبعها، هي موجودة أصلا عندها. كل ما قدرت تطلعها أكتر وتنفقها أكتر وتاخد بالها من سلوكياتها إنها موجودة فيها السمات دي، كل ما كان أمرا ليها وأفضل ليها وأروق لحياتها ولأنفاقها. المرونة وأنا بشوفها من أهم سمات الأنوثة، سواء كانت في معاملاتها، في اتفاقاتها، في تواصلها، في علاقاتها، في تربية أولادها، في معاملتها مع الشريك. هي عندها السمة دي عالية وتقدر تتناغم بيها وتقدر تشكل بيها أي شريك موجود معاها وتقدر تحقق بيها حياة متزنة ورائعة. كمان التناغم، إنها تقدر تتوافق مع المواقف المختلفة اللي موجودة وتتناغم معاها وتسخر المواقف اللي في حياتها المختلفة إنها تكون بتخدمها أكتر وبتخدم اللي هي عايزة تحققه وبتخدم رسالتها والنفع اللي بتنفقه. الأنثى عندها القدرة على إنها تتناغم مع المواقف والسلوكيات المختلفة. الاحتواء، السكينة، انفاق الحماية، انفاق الرعاية، كل ده الأنثى تقدر تنفقه، موجود في سماتها وطبعها أصلا في فطرتها موجود. حلو جدا. طيب لو أنا حاسة إن أنا عندي تحدي في سمات الأنوثة أو في تفعيل سمات الأنوثة في حياتي، إزاي أبدأ أشتغل على ده، أو إزاي أبدأ إن أنا أفعل سمات الأنوثة وتكون موجودة عندي؟ طيب، هو أكتر حاجة إحنا ممكن نحصل عليها هي إن إحنا نتعلم.
طول الوقت احنا متاح لينا ان احنا نتعلم، متاح لينا ان احنا نتدرب، متاح لي ان انا ادور وسيرش. معنى ان انت وصلتي لحد هنا دلوقتي وعارفة تسمعيني وعارفة تسمعي البودكاست ده، يبقى انت بتعرفي ان انت تسيرش، بتعرفي ان انت تدوري على الحاجة اللي انت محتاجاها. انت كمان لازم تدوري على طبيعتك وتدوري على نفسك، تدوري على السمات بتاعتك. ايه هي دي السمات بتاعتي؟ دي موجودة جوايا في ايه؟ وانس ان انا بدأت اعرفها واعرف ايه هي السمات دي، ادور عليها في سلوكياتي، ادور عليها انا بعيدة عنها بنسبة قد ايه ولا موجودة فيها بنسبة قد ايه، وابدأ اتابع نفسي فيها، ابدأ اقرر ان انا هنفقها بشكل مختلف في حياتي وفي علاقاتي، وابدأ اشوف نفسي في المواقف والسلوكيات، هل انا بفعل فعلا السمات دي ولا لا، وابدأ اشتغل على سمة منهم، ابدأ اشتغل على حاجة واركز عليها جوايا، واركز على ان انا انفقها وان انا اعتادها مرة في مرة. وكل شوية هلاقي نفسي اللي انا بعتاده ده بيرجع تاني لطبيعته، مش برهق عشان خاطر اوصل له، هو اصلا موجود. انا برتاح كل ما بعمله لان انا برجع نفسي لطبيعتها وبرجع نفسي لفطرتها. فأول حاجة إن أنا أدور وأقرأ وأسيرش على إيه هي السمات دي بوضوح وبالتفصيل، سواء خط من ياسمين أو من أي حد تاني ممكن يكون بيتكلم، بس تكون مصدر ثقة ويكون مكان معتمد، أو يكون شخص أنت واثقة في الحديث بتاعه، أهل ثقة في الأمر، تسمعي منه إيه هي سمات الأنوثة دي، إيه هي اللي ربنا فطر عليها الأنثى وموجودة فيها، وتبدأي تدوري جوه نفسك هل هي موجودة فيا ولا لأ، هل أنا بنفقها ولا لأ. وبعدها اللي مش موجود عندي أبدأ أنفقه، وأبدأ أتابع نفسي فيه في معاملاتي وفي علاقاتي في تواصلي المختلف، أنا بطلع ده إزاي، وأركز مع نفسي مرة واثنين وثلاثة لحد ما يبقى عادة عندي ولحد ما يرجع طبعي لفطرته. تمام، رائع جدا. طيب ازاي من الأسئلة الكتيرة اللي كانت بتجيلنا، ازاي رأي الآخرين ما يأثرش فيا بالسلب؟ إمتى رأي الآخرين بيأثر فيا نيرة؟ رأي الآخرين بيأثر فيا لما بكون أنا مفتقدة للإيمان الكافي برأيي، أنا مش متأكدة ولا مقتنعة 100% اللي أنا عليه ده أو رأيي ده هو صح ولا غلط، أنا مش عارفة هل ده مناسب ولا مش مناسب. طول ما أنا مفتقدة الإيمان والقناعة الكافية باللي عندي وبنفسي وبذاتي، كل ما كان رأي الآخرين بالنسبة لي سلاح، كل ما كان رأي الآخرين بالنسبة لي مهم جدا، كل ما كان رأي الآخرين بالنسبة لي بيعدي بيأثر فيا أثر كبير جدا، سواء كان بالسلب أو بالإيجاب. إيماني الكافي بنفسي، اتصالي طول الوقت بالمصدر الرئيسي ليا وللقناعات الحقيقية وللإيمان الحقيقي اللي جوايا، هو اللي بيجنبني تأثير الآخرين فيا. أنا فاهمة أنا بعمل إيه ليه، وطول الوقت فاهمة إنفاقي في الدنيا وإنفاقي في رحلتي وإنفاقي في رسالتي الهدف منه إيه، اتصالي برب العالمين وبالغاية اللي هو خلقني عشانها، وبوعي بأدواري المختلفة، مش مخليني منتظرة رد فعل الناس ولا منتظرة آرائهم. لو جت آرائهم بالإيجاب شكرا جدا ممتنة، وهي دي برضو فضل من رب العالمين. لو جت آرائهم بالسلب لا، مش هتأثر فيا، لأن أنا فاهمة وواعية أنا بعمل إيه هنا، بعمل إيه في رحلتي، بنفق إيه، متصلة بنفسي إزاي ومتصلة برب العالمين إزاي، مش منتظر آراء الآخرين فيا. اللي بيخلي آراء الآخرين مؤثرة إن أنا بكون بعيدة كل البعد عن الإيمان الكافي بدوري، والإيمان الكافي برحلتي، والإيمان الكافي بأنا إيه ومهاراتي إيه وقدراتي إيه، وما عنديش اتصال كافي برب العالمين. ده بيخلي كل اللي بيعدي كده ويبص بص أو يتكلم أي تعليق أو أي وجهة نظر يأثر عليا، سواء كان سلب أو إيجاب. حلو جدا. ده بقى بيقودنا للنقطة التانية، وهي القيمة الذاتية وتقدير الذات. وده من الموضوعات الهامة جدا جدا في حياة كل أنثى، ومن المهم إن هي تكون عارفاها ومنها يعني بأهميتها. فحضرتك كلمينا أكتر عنها. طيب، معرفتك الكافية بقيمتك الذاتية وتقديرك الذاتي لنفسك مهم جدا ان هو يكون دايما صاحي عندك، دايما موجود، ما تفتقدوهوش خالص، ما تحسيش فجأة ان هو انا بعمل ايه او انا هنا ليه. ده بيحصل ازاي وده بيصحى جواكي ازاي؟
طول ما انت فاهمة كل الأدوار اللي انت بتلعبيها، كل الممارسات اللي انت بتمارسيها في حياتك، وحاطة أهداف وحاطة نوايا للإنفاق ده ونوايا لاتصالاتك دي ونوايا لعلاقاتك دي بعيدة تماما عن الأشخاص، وفاهمة كويس جدا ربنا فطرك على ايه، يعني ايه ربنا خلقك ونفخ فيكي من روحه، فاهمة يعني ايه قدراتك، فاهمة يعني ايه مميزاتك كأنثى، مميزاتك في الأدوار المختلفة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوليكي إياها. أنا هنا مميزة بدوري كأم، وهنا مميزة بدوري كابنة، وهنا مميزة بدوري كصديقة. وعيك بقيمتك الذاتية اللي منفصلة تماما عن أي حد وعن أي علاقة، وعن اتصالك بنسبك واتصالك بشهاداتك واتصالك، ومرتبطة فقط باتصالك بنفعك اللي انت بتنفقيه وقدراتك ومهاراتك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوليكي إياها. ده من أكبر الحاجات اللي بتساعدك طول الوقت على إن انت تنفقي نفع بهدوء، وتنفقي نفع مستمر وانتي رايقة جدا، وتنفقي نفع مستمر وانتي واثقة جدا في نفسك، وواثقة جدا في المهارات اللي ربنا فطرك عليها والقدرات اللي موجودة جواكي. ده بيجي من حديثك مع نفسك، وبيجي من تواصلك مع نفسك، ان انتي تكوني فاهماكي كويس وفاهمة طبيعتك كويس، فاهمة مهاراتك، وفاهمة على فكرة نقاط قوتك ونقاط ضعفك. انا مش بقول ان كل الاناث هي قوية جدا ومميزة جدا وما فيهاش اي عيوب وما فيهاش اي مشاكل، لا، انت فاهمة كمان نقاط ضعفك، فاهماها، بتشتغلي عليها، تشتغلي على ان انت تعدليها. ده برضو من القوة والوعي بالقيمة الذاتية. انا فاهمة انا عندي ايه من عيوب، او فاهمة انا عندي ايه من نقاط ضعف، وبشتغل طول الوقت على ان انا انميها، وبشتغل طول الوقت على ان انا اقوي منها وازكي منها. ده في حد ذاته قوة، ان انت تكوني مدركة ده، وتكوني متقبلاه، وتكوني راضية عنه، وتكوني واخدة خطوات إيجابية اتجاهه. ما تكونيش رافضة ان انت يكون عندك عيوب، او رافضة ان يكون عندك اخطاء. ده برضو جانب من جوانب الوعي بالقيمة الذاتية وتقدير الذات. بعد كل ده تكوني حاطة نفسك من ضمن أولوياتك، ما يكونش شايفة ان طول الوقت من الأنانية ان انا اميز نفسي عن الاخرين، او من الانانيه ان انا اعمل لنفسي حاجه قبل اولادي، او من الانانيه ان انا اهتم بنفسي في وقت ممكن اديه لاي حد تاني، ومش من نفسي اي تقدير ذاتي. ده مش من الانانيه، ده منتهى الظلم. ان انت مش حاطه نفسك الاولى في اولوياتك، ده الاهم، ان انت تكوني بتهتمي بنفسك دي، بتراعيها من الجانب الجسدي ومن الجانب النفسي ومن الجانب الصحي ومن الجانب الظاهري ومن الجانب الباطني. بتراعيها، بتدلليها، بتحافظي عليها، بتربيها كمان، بتعملي تقدير ذاتي لنفسك ومهتمية بيها وحطها رقم واحد في أولوياتك. ده منتهى العدل ومنتهى السلام النفسي. فيقينك بأدوارك، اتصالك طول الوقت برب العالمين، وعيك بأنت بتعملي ايه ليه، مش منتظرة تقدير الآخرين، اهتمامك بذاتك، معرفتك لنقاط ضعفك وشغلك عليها، كل ده بند من بنود تقدير الذات والقيمة الذاتية. كل ما ده على جواكي كل ما كانت حياتك أروق. مش مجهدة عشان توصلي لكده أبدا، انت انفاقك في الجانب ده وتركيزك على الجوانب دي بيرجعك لفطرتك اللي ربنا فطرك عليها، فطبيعي ان ده بيكون أروق وأفضل. هنختم بقى بالحدود النفسية الصحية لكل أنثى. الحدود النفسية الصحية هي فكرة إقامة الحدود. إحنا نفسنا فاهمين عنها إيه؟ فاهمين إن إقامة الحدود إن أنا ما اسمحش لحد إن هو يتكلم معايا، ما اسمحش لحد إن هو يتواصل معايا، ولا حد يقول لي رأي، ولا حد يتدخل في قراراتي وأعمل حاجات مخالفة تماما عن الناس بتقول عليها عشان أحس إن أنا واخدة حدودي الصحية. هي الفكرة دي شوية مغلوطة. فكرة الحدود الصحية إن أنا عاملة لنفسي خط أحمر، ما ينفعش أي حد يتعدى الخط الأحمر ده، وكل علاقة موجودة في حياتي ليها خط معين هو ما بينفعش يتعداه. يعني إيه؟ يعني مش كل العلاقات موجودة في حياتي كلها محطوطة في سيركل واحد. في عندي العلاقات الأولى، في عندي أهل الثقة، في عندي العلاقات الأبعد وأبعد، وهكذا. الأول اللي موجود في حياتي هو أنا ورب العالمين، ده أول وأهم علاقة، وهي دي أقرب علاقة ليا، وأكتر دايرة أنا باخد منها السبورت بتاعي، وباخد منها المعلومات بتاعتي، وباخد منها الوعي بتاعي، وباخد منها الصح والغلط. دي أول حاجة.
بعدها بيجي دايرة القريبين أكتر، سواء كان الشريك أو الأب والأم أو أهل الثقة منهم، اللي مناسب إن أنا آخد منه رأيي والمناسب إن هو يفيدني ويضيف لي في حياتي. وبعد كده أبعد وأبعد وهكذا. الفكرة في وجود العلاقات الصحية والحدود دي إن أنا أكون فاهمة إيه اللي عليا وإيه اللي ليا، أكون فاهمة الدور ده اللي أنا موجودة فيه عليا إنفاق فيه شكله عامل إزاي، وليا حق وحدود شكلها عاملة إزاي. مم. لكن طول ما أنا مش فاهمة ده صح، ومش فاهمة كل دور من الأدوار والعلاقات اللي موجودة في حياتي حدها إيه، حدود الله في ممارسة العلاقة دي شكله إيه والمفروض يكون إزاي وأنا بمارسه إزاي، طول ما أنا ببقى مشتتة وتايهة وسايبة أي حد يخش من الجنب ده والتاني يطلع من الجنب ده، ومش مدية أي علاقة حدها المطلوب. إن أنا أكون فاهمة طبيعة الأدوار وحدودها وأدوارها الحقيقية وواجباتها وحقوقها زي ما ربنا قال، هو ده اللي بيساعدني على إقامة حدود صحية في كل علاقاتي. أنا فاهمة أنا هنا في العلاقة دي فين، عليا إيه، ليا إيه، آخر حد من حدود الله في معاملاتي أنا وإنت، إن أنا هعمل إيه في العلاقة دي وإنت هتعمل إيه. كل ما ده كان واعي جوايا، كل ما لقيت نفسي عارفة أنفقه صح مع بقية العلاقات اللي في حياتي، عارفة أفهم ده صح، عارفة أعمله مع أولادي صح، عارفة حدودي أنا في تربية أولادي إيه، وعارفة حدودهم هم كمان في التواصل معايا شكله عامل إزاي. ما هي الحدود الصحية مش بس اللي أنا بعملها مع الناس في حياتي، أنا كمان لازم أنفقها. ما أنا كمان لازم أعرف أنا علي حد لحد فين ما ينفعش اتعداه، وهي دي اسمها الحدود الصحيه للعلاقات الموجوده في حياتي. ابقى فاهمه ان علاقتي مع الشريك هو ما بقاش ملكي، ولكن في مبادلات معينه وفي نفع معين احنا بنقدمه لبعض. علاقتي باولادي هم ما بقوش بتوعي، لا، في حدود ربنا قايل لي عليها ما ينفعش اتعداها في تربيتهم في التواصل معهم وهكذا. انا الاول بتعلم ده، بنسقه كويس جدا في علاقاتي، بحطه لنفسي اوتوماتيك، بلاقي الاخرين كلهم اللي موجودين معايا في علاقه بيمشوا عليه، ما بيتعدهوش، لان هو بيكون اتصنع بوعي واتصنع بخبره واتصنع بمعلومه حقيقيه انا اخدتها من الشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه. ده حدود الله في المعاملات اللي موجوده، والحدود الله اللي هو حاططها دي هي دي الحدود الصحيه في المعاملات مع الاخرين. نفهم عنها اكتر ونوعى بيها اكتر، وقتها هنبقى عارفين احنا بننفق معلومه صحيه ازاي او بننفق حدود صحيه في علاقاتنا ازاي. شكرا حضرتك جدا، وشكرا لكل المعلومات الرائعة اللي شاركتينا بيها على طول ال8 حلقات الخاصين بحلقات البودكاست. وإن شاء الله نتقابل في الموسم الثاني على خير ونكمل سلسلة النفع شكرا بإذن يا الله. نيرة، شكرا يا نيرة، انا كمان استمتعت بيه جدا، وان شاء الله يكون لنا بودكاست تاني وننفق فيه من جديد، وربنا يجعله بالنفع للجميع يا رب.